مالك كده قاعد كده ليه؟ قوم اتحرك، هتفضل تقولي الدنيا والفقر وملل؟ يا ابني عيب عليك. انا لما اتولدت من اول يوم في حياتي حطيت لنفسي خطة. من اول يوم، بص اسبوعي، حتى اسبوعي ما حضرتوش، كنت بشتغل على نفسي، ببني نفسي. كنت فين انت لما انا موبايلي فصل شحن واتخطيت الامر وكملت؟ روح انت بقى، كل واشرب واخرج واحضر مناسبات وضيع مستقبلك، وانا قاعد هنا بشتغل على نفسي. انا جوز عمتي لما مات ما رحتش دفنته، ما رحتش العزاء اصلا. كان 5 ساعات اللي انا هروح اضيع فيهم مشوار اسافر فيهم اروح لهم وهذا اسكندريه وات ايفر. انا ال5 ساعات دول ممكن اخد an extra edge in what I do that's gonna pay off for me and my whole family later on. فاهم؟ This is how extreme I was. اللي هو قعدت 3 سنين ما عتبتش فرح، ما عتبتش خطوبه، ما عتبتش خروجه. تخيل كده صحيت من النوم لقيت بيتك ولع فما رحتش الشغل ورفدوك. طب تخيل كده بتسمع حد بيحكي لك هو ملتزم ازاي وملوش اصحاب وما يعرفش حد في الدنيا وقد ايه هو اناني. اسمها انانية بالمناسبة. والشخص ده بقى مكبر للناس كلها ومركز على هدف واحد، غالبا هو بيشتغلك. لكن تمام، مش مشكلة، لا انت هتعمل ده ولا هو اصلا بيعمل ده. هو ايه اللي بيحصل ده؟ بص يا معلم، الظاهرة دي اسمها الإيجابية السامة. طلع في حاجات سامة جديدة غير العلاقات والذكورية اهو. وكمان في الأنثوية السامة والأم السامة والروائح السامة. بص احنا خربنا الكوكب بجد. انا مش مكمل الفيديو، خلاص هكمل. بص، الإيجابية السامة دي في كلمات قليلة هو رفض المشاعر السلبية بغض النظر عن المواقف السيئة، والاحتفاظ بمعنى ان كله تمام مهما حصل انا مكمل. وضيف على ده كمان انك هتحدد هدف ايا كان وتبيع الدنيا باللي فيها عشان توصل للهدف ده. طب يعني هو الكلام ده حقيقي ولا بيحصل ولا مش بيحصل؟ المشاكل انك بتمنع نفسك من دعم كبير جدا من اللي حواليك. غير كده اي ألم نفسي او جسدي لما بتتجاهله بيكبر مع الوقت. غير ان اي تجربة او موقف سيء في حياتك بيحصل لازم تدرسه كويس وتتعلم منه. انكاره او تجاهله دي ملهاش اي علاقة بعقلية شخص ناجح اصلا. واخر حاجة بقى، لو انت استخدمت العقلية دي مع اللي حواليك هتبقى شخصية منفرة. يرضيك تبقى شخصية منفرة؟ ابو تقل دم امه. ده مستنى لما يشحن مش قادر. الكلام ان لو الحزن شيء مضر ما كانش ربنا خلقنا بيه. نزعل او نفشل او اي حاجة بس بالعقل. خليك واقعي، عبر عن مشاعرك وخلي الناس تعبر عن مشاعرها، ما تقفلهمش. احمس. وفي النهاية قول لي رأيك في الكومنتات تحت، وخش شوف الفيديوهات اللي فاتت واستناني في فيديو جاي، وسلام.